ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بارت 2 من سلسله جهاز العروسه، وهنتكلم في فيديو النهارده عن الاجهزه الكهربائيه اللي بتبقى موجوده في مطبخ اي عروسه. بس خليني في بدايه الفيديو اقولك على الاجهزه الاساسيه اللي لازم اي عروسه تدخل بيها، وهي البوتاجاز، التلاجة، الغساله، الشاشه. لو انتي طبعا هتتجوزي في الشتاء فمهم جدا ان انتي تخشي بسخان. انا برضو هقول لكم عن ماركات وانواع كل الحاجات اللي انا جايباها، سواء البوتاجاز، الغسالة، كل حاجة هقولها لكم، وهقول لكم كمان مميزاتها وعيوبها ايه. والحاجات دي انا بستخدمها خلال سنتين، فاظن ان انا اخدت خلفية كبيرة جدا عنها. اول حاجة هنتكلم عنها في الاجهزة الكهربائية وهي الغسالة. انا الغساله بتاعتي فول اوتوماتيك، يعني الباب بتاعها بيتفتح لفوق، نوعها توشيبا، هي 11 كيلو. هي اولا ما شاء الله حجمها كبير جدا، بتاخد بطانيه، فيها برامج كتير جدا. فالغساله بالنسبه لحد بيحب الفول اوتوماتيك، فالغساله دي بالنسبه له هتبقى حلوه جدا. فانا بالنسبه لي كاسراء وتجربتي الشخصيه مع الغساله، فهي مش احسن حاجه بالنسبه لي. اول حاجه انا حاسه ان هي مش بتنظف الغسيل كويس، مع اني بستخدم لها يعني احسن المساحيق. تاني مشكله بتواجهني في الغساله وهي ان انا مش بعرف اظهر فيها الغسيل الابيض. هي ما فيهاش الاوبشن ده زي الاوتوماتيك، يعني ما فيهاش عين بتحطي فيها الزهره وتظهر منها لنفسها. لا، ما فيهاش الموضوع ده، لازم انتي تظهري الغسيل الابيض اوتوماتيك بايدك، يعني تملي الحله وتحطي الزهره وتقلبي فيها الزهره في الحله كويس، وبعد كده تحطي الهدوم. واحيانا برضو بتطلع الهدوم البيضة ملطخه او مش بتظهر الهدوم البيضة احسن حاجه زي الغساله الاوتوماتيك. فانا بالنسبه لي دي عقبه بصراحه. فانا بالنسبه لي الغسالات الفول اوتوماتيك مش حلوه خالص، بالنسبه لي انا مش حلوه خالص. فلو انت لسه عروسه هاتي الغسالة الأوتوماتيك، أحسن بكتير بكتير بكتير. تاني جهاز أنا هتكلم عنه وهو البوتاجاز. أنا البوتاجاز بتاعي نوعه فريش هامر 5 شعلة. انا هحط لكم صورة البوتاجاز برضو هنا على الشاشة عشان تشوفوه. البوتاجاز بالنسبة لي حلو جدا جدا جدا. بس انا هحكي لكم معلومة صغيرة قد كده. وانا بختار الحاجة بتاعتي كنت بختار على اساس الشكل اكتر، كنت صغيرة بقى فبختار الحاجة اللي شكلها حلو. فالبوتاجاز بتاعي تاتش، يعني زرار الاشعال تاتش. فبرضو في عيب انا شايفاه في البوتاجاز ده، وهو ان انت لما بتيجي تغسلي البوتاجاز بتغسلي الاستانلس بتاع البوتاجاز، فانت بتغرقي صابون في كل مكان، فبيبقى فيه بين الاستانلس وبين المكان بتاع التاتش او بتاع الاشعال بيبقى فيه فرق كده. فوانت بتغسلي البوتاجاز طبيعي فيه قطرة صابون، شوية مية ممكن يقعوا ما بين الاستانلس وما بين التاتش، فلو حصل كده التاتش بيعلق وبيقعد يصفر لوحده. فانا برضو بالنسبة لي حاسة ان ده عيب. ولما كنت بختار البوتاجاز ده بالذات ماما قعدت تقول لي لا، هاتي اللي هو كله على بعضه يبقى حتة واحدة، ما فيش فرق بين الاستانلس وبين اللي هو مكان التاتش ومكان الزراير. بس انا طبعا ما سمعتش الكلام، فبنصحكم هنا اسمعوا كلام مامتكم في الاجهزه الكهربائيه بالذات عشان ما ترجعوش تندموا. لكن هو كمجمل بوتاجاز فهو كويس جدا جدا جدا، ما عدا المشكله اللي انا قلت لكم عليها دي. بس التلاجة بتاعتي برضو نوعها تورنيدو كويسه جدا جدا جدا، بتسقع كويس. انا لحد الان الحمد لله الحمد لله ما شفت لهاش اي عيب لحد الان، هي كويسه جدا جدا جدا. ويلا بينا بقى نتكلم عن الاجهزه الصغيره اللي بتبقى في مطبخ اي عروسه. وبالنسبه لي انا شايفه الاجهزه الصغيره دي مش رفاهيه، انا شايفاها برضو اساسيه، بس على حسب الميزانيه اللي معاكي. لو انت الميزانيه معاكي مش كبيره مش لازم تخشي بكل حاجة، ممكن بس تخشي بخلاط، بكبة، بهاند بلندر، وبعد كده الحاجات الصغيرة التانية ممكن تقدري تجيبيها بعد الجواز عادي جدا، مش لازم تخشي بكل حاجة. أول حاجة بقى هنبدأ نتكلم عنها وهي الكاتل. أنا الكاتل بتاعي نوعه فريش، هو كويس جدا 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 معايا لحد الآن. ده غير إن أسعار الكاتلات بقت عالية جدا عالية جدا. يعني أنا كنت فاكرة إن الكاتل ده كان زمان 300 و400 وكانت أسعاره حلوة كده، دلوقتي بقى معدي ال1000. فأنا شايفة بصراحة ان فريش كان سعره كويس على انه كاتل، يعني انا ما بعملش فيه حاجة غير ان انا بسخن فيه مية. بس انتي طبعا لو معاكي ميزانية اعلى وعايزة تجيبي كاتل محترم
فافضل انواع الكتلات هي فيليبس، هو حلو جدا جدا عند ماما بقاله ما شاء الله عمر، بس على استخدامه ككتل فانت ممكن تجيبي اي حاجه، مش لازم تجيبيه نوع كبير. تاني حاجه انا هكلمكم عنها وهي محضر الطعام. انا ده برضو شايفاه بصراحه حاجه اساسيه جدا في مطبخ اي عروسه. ده محضر الطعام بتاعي، هو نوعه بلاك اند ديكور، يعني انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. بصراحه هو كجهاز كويس جدا جدا جدا. هو فيه كذا سرعة، يعني فيه سرعة أولى وفيه سرعة تانية وفيه سرعة بقى إيه التالتة اللي هي قوية جدا دي. الجهاز ده بصراحة معايا كويس جدا، أنا برضو هحط لكم صورته على الشاشة. الجهاز ده بيجي معاه كبة، بيجي معاه خلاط، بيجي معاه المطحنة بتاعت التوابل الصغيرة دي. أنا عموما برضه هحط لكم الصورة بتاعته فوق هنا على الشاشة عشان تشوفوا كل مكوناته. بس طبعا دي الكبة بتاعته، انتوا شايفين ايه اللي حصل فيها؟ يعني انا على ما اسمع ان المفروض الحاجات دي مش بتتكسر، دي بقى طبعا اتكسرت في اول شهر جواز تقريبا. ايه اللي حصل؟ ان هي وقعت من على الرف بتاع المطبخ، الرف يعني الرف مش عالي قوي، وقعت من على الرف للارض، فطبعا نزلت اتدشدشت كذا حته. انا اسمع طبعا ان الحاجات دي مش بتتكسر، ادام ماركه محترمه فمش هتتكسر. ده غير ان هي كمان ما وقعتش من حته عاليه قوي، فانا اقول بقى ايه ده اهمال مني او كده. هو اوريدي هو اهمال مني، بس مش لدرجه ان هي تيجي 100 حته كده. فانا بالنسبه لي محضر الطعام من بلاك اند ديكر هو كويس مش وحش، بس طبعا الافضل ان انتوا تجيبوا كينود فوق الروعه. الكبه بتاعته متينه عندي شويه، حتى السكاكين بتاعته متينه، او البتاع اللي جوه دي اللي هي دي بتبقى متينه شويه. فانا انصحكم بصراحه ان انتوا تجيبوا كينود او ان انتوا تجيبوا بلاك اند ديكور، بس تخلوا بالكم قوي وانتوا بتتعاملوا مع الكبه. فلو انت لسه ما اشتريتيش محضر الطعام بتاعك هاتي كينود، ارشحهولك بشده بصراحه. ولو انت اوريدي جبتي خلاص بلاك اند ديكور فهو كويس مش وحش، بس انت خلي بالك وانت بتتعاملي مع الادوات بتاعته، لانها يعني خفيفه شويه، يعني مش ماسكه نفسها زي بتاع الكينود. ندخل على الحاجه اللي بعدها وهي الهاند بلندر. انا طبعا الهاند بلندر بتاعتي من تورنيدو، انا كنت فعلا طلعت وعملت فيديو عنها ان هي كويسه جدا، وان هي قعدت معايا فتره شغاله كويس والدنيا تمام. هي بيجي طبعا معاها اللي هو الايد بتاعتها اللي هي الستانلس دي، بيبقى فيها حته من هنا بلاستيك، بس هو بيبقى بلاستيك مقوى ضد الحاجات السخنه، يعني مش بيسيح. وكمان بيجي معاها ملحقات تانية زي كبه. يعني اولا هو بيجي معاها اليد دي عشان تستخدم كهاند بلندر، بيجي معاها كبه صغيره كده بتطحني فيها البصل الطماطم، بيجي معاها مضرب بيض، بيجي معاها الكب بتاع الهاند بلندر لو انت هتضربي حاجه في الكب نفسه. فانا برضو هحط لكم صوره الهاند بلندر دي هنا. بس طبعا انا ما رشحش الهاند بلندر من تورنيدو لاي حد خالص، ما رشحهاش خالص خالص خالص. انا كنت فعلا طلعت وعملت عنها ريفيو خلال اول سنه جواز، وبصراحة هي كانت كويسة معايا وكانت زي الفل. بس لما جيت استخدمها فترة طويلة شوية، يعني انا كنت عاملة صلصة طماطم وبضرب بالهاند بلندر في الحلة نفسها، ضربت حوالي دقيقة مثلا، دقيقة ضرب ودقيقة مش متواصلة، وانا بضرب طبعا الطماطم لقيتها ضربت في ايدي، وبعدين عملت ريحة شياط جامد جدا جدا. فانا استنتجت ان هو خلاص الموتور بتاعها اتحرق، فطبعا نزلت اصلحها عند حد عندي، الله لا يسامحه يعني، كسرها لي كلها. هو ما كانش شخص متخصص، فطبعا اتكسرت اهي، اتكسرت من كل مكان، يعتبر هي مبقتش اصلا شغاله خالص، يعني هي مبقتش شغاله خالص. ولما كلمت شركه تورنيدو اقول لهم على المشكله اللي حصلت، لقيت ان هي هتتغير بمبلغ كبير جدا، ده غير كمان قطع غيارها مش متوفره. فانا بصراحه ما رشحهاش لاي حد نهائي نهائي. انا هرشح لكم افضل انواع ممكن تجيبوها في الهاند بلندر، وهي براون كينود. الاتنين دول كويسين جدا جدا جدا، فوفروا على نفسكم وهاتوا هاند بلندر من كينود او من براون، حاجتهم فعلا حلوه وبتعيش. بس اهم حاجه ان انتوا تجيبوا الهاند بلندر 1000 واط فيما فوق عشان تقدر تستحمل معاكم اي حاجه تعملوها. وبرده انا سمعت عن ماركه ميانتا وسوكاني ان هم كويسين جدا جدا في الهاند بلندر، وانا برضو ارشح لكم ان انتوا لما تجيبوا الهاند بلندر هاتوا معاها اللي معاها كبه، معاها ملحقات كتير عشان توفر معاكم، يعني تجيبوا معاها مضرب بيض، تجيبوا معاها الكبه بتاعتها،
تجيبوا طبعا معاها، بتبقى معاها الهاند بلندر اساسي، تجيبوا معاها الكب. فكل الكوليكشن اللي هيجي مع الهاند بلندر هيكون احسن وهيوفر معاكم اكتر من انكم تجيبوا كل حاجه لوحدها، من انكم تجيبوا كبه لوحدها، من انكم تجيبوا مضرب بيض لوحده. فالاحسن ان انتوا تجيبوا الهاند بلندر اللي بيبقى معاها ملحقات كتير. فطبعا لما الهاند بلندر بتاعتي اتكسرت قررت ان انا اشتري كبه لوحدها عشان تساعدني عقبال ما اروح اشوف حكايه الهاند بلندر دي ايه. طبعا انا طلبت الكبه بتاعت ميانتا، هي كبه ميانتا بتيجي كده اللي هي الراس، ودي مش بيجي معاها اي ملحقات تانية. انا سمعت بصراحه عنها ريفيوهات كتير قوي، فانا قررت ان انا اجيبها. ده غير كمان ان سعرها معقول مش عالي قوي. بس اهم حاجه وانتوا بتشتروا الكبه او انتوا عايزين تشتروا كبه، فميانتا حلوه قوي، وبراون طبعا حلوه قوي، وكينوت حلوه قوي، بس طبعا على حسب ميزانيتك. فانا نصيحتي هنا لو انت قررتي ان انت تجيبي كل حاجه منفصله، يعني كبه منفصله، هاند بلندر منفصله، مضرب بيض منفصل، بالنسبه للكبه هاتيها من 400 فيما فوق، 400 واط او 500 واط 600 واط فيما فوق بقى، عشان تقدر تستحمل معاكي ضرب بصل، طماطم، يعني تحطي حاجات كتير وتضربها. لان طبعا في السوق في 200 واط وفي 300 واط، الحاجات دي طبعا هتبوظ، يعني مش هتكمل معاكي وقت كبير. فانت هاتي حاجة تعيش معاكي، مش هقول العمر كله، بس تعيش معاكي حبة كويسين وما تزهقكيش ومش كل شوية تبوظ والحاجات دي. اهم حاجة ان انت تجيبي ماركة كويسة ومن 400 فيما فوق في الوطات بتاعتها. فانا بصراحة مش هقدر اعمل عنها ريفيو اللي هي الكبة من ميانتا، لان انا لسه جايباها ما استخدمتهاش حتى ولا مرة. فانا هستخدمها فترة وهطلع اعمل عنها ريفيو وهقول لكم كل حاجة بصراحة. الحاجة اللي بعد كده اللي هكلمكم عنها وهو الميكرويف. انا الميكرويف بتاعي شرب، ما شاء الله الميكرويف معايا كويس جدا جدا جدا، الحمد لله ما ظهرلوش اي عيب. الميكرويف بتاعي فيه شوايه من فوق، بس انا مش بستخدمها بصراحه، لان انت لو عايزه تعملي صينيه بطاطس مثلا وعايزه تديها وش، او عايزه تحطي صينيه فراخ وتديها وش، هتاخد وقت طويل جدا 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 عقبال ما تاخد اللسعه. فانت هتستسهلي اكتر الفرن بتاع البوتاجاز. ده بالنسبه للميكرويف. طبعا ميكرويف شارب كويس جدا، ميكرويف فريش كويس جدا جدا جدا. فانت طبعا على حسب ميزانيتك هتشوف الانسب ليكي وتجيبيه. بالنسبه للفرن الكهرباء اللي هو منفصل لوحده، انا الفرن بتاعي نوعه فريش. الفرن برضو ما شاء الله كويس جدا. بس نصيحتي هنا لو انت هتجيبي ميكرويف بلاش تجيبي فرن، ان الميكرويف مع الفرن هتحسي ان الفرن ملهوش لازمه وهتستخدميه قليل جدا، فبلاش منه احسن. فرن البوتاجاز بيغني عنه، بس طبعا هيكون مناسب ليكي لو انت قاعده في شقه ما فيهاش غاز طبيعي وقاعده بانبوبه، فهيكون حلو لانه هيوفر عليكي سعر الانبوبه كل شهر. بالنسبه برضو للاير فراير، ولو انت ناويه تجيبيها في الجهاز بتاعك، فانت لو هتجيبي فرن مع الاير فراير فبلاش فرن وهات الاير فراير، لان الاير فراير بتعمل نفس اللي بيعمله الفرن. الاير فراير من كنود او فيليبس كويسه جدا جدا جدا. اهم حاجه تجيبيها من 5 لتر فيما فوق، ما تحاوليش ان انت تقلي عن كده، لان الحله بتاعتها هتكون صغيره قوي ومش هتاخد معاكي حاجات كتير. وانا الاير فراير بتاعتي من كنود، بس هي اللي هي كلها بلاستيك. انا برضه هحط لكم صورتها هنا، بس انا لو رجع بيا الزمن فانا كنت هجيبها كلها استانلس، اللي هي الحله بتاعتها استانلس، عشان تكون سهله ليا في التنظيف، لان البلاستيك بتكون صعبه جدا في التنظيف، لان انت بتستني لحد ما تبرد خالص وتهدى خالص الحله عشان تغسليها، فبالتالي لما هتبرد هتلاقي الدهون لزقت عليها، فتبقى صعبه قوي قوي في التنظيف. فلو انت لسه ما جبتهاش حاولي ان انت تجيبي اللي كلها ستانلس، هتبقى اغلى حاجه بسيطه بس هتريحك فيما بعد. وبس كده انا اكون خلصت فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ما كنتش نسيت حاجه وقلت كل حاجه. ولو حابين جزء تاني من الاجهزه الكهربائيه، الاجهزه بقى الكبيره اللي زي العجان وغساله الاطباق والحاجات دي، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هطلع اعمل فيديو تاني ان شاء الله. بحبكم جدا جدا جدا. يلا باي باي.